السبب في تسمية شركات العربيات. أول حاجة بورش اتسمت على اسم مؤسسها عم فرناندو بورش. فيراري اتسمت على اسم مؤسسها عم انزو فيراري. لامبورجيني اتسمت على اسم مؤسسها عم فريتشو لامبورجيني، وده كان صبي عند عم انزو فيراري. شيفورليه على اسم مؤسسها عم لويس شيفورليه. اودي هي الترجمة اللاتينية لاسم مؤسسها ومعناها انبسط او استمتع. فولكس فاجن دي اتطورت ايام هتلر ولقبت بفولكس فاجن او سيارة الشعب. فولفو هو اسم لاتيني ومعناه انا ادور، والاسم ده اللي اختاره الاثنين المؤسسين بتوع شركة فولفو. مرسيدس دي بقى قصة لوحدها. جوز مهندسين، واحد اسمه دايملر واحد اسمه مايباخ، عملوا شركة اسمها دايملر للعربيات. مايباخ ده كان كبير المهندسين بتوع الشركة. المهم بقى اللي هم باعوا اول عربية 4 سلندر تقدر تسوقها على الطرق العادية لواحد اسمه ايميل. ايميل ده كان عنده بنت عندها 11 سنة اسمها مرسيدس، فراح مسمي العربيه على اسمها من حبه في بنته. فبقى ايه، مرسيدس رايحه ومرسيدس جايه، مرسيدس رايحه ومرسيدس جايه، ومن هنا اطلقوا على العربيه دي لقب مرسيدس. المهم عم مايباخ يسكت؟ لا، قال لك يعني حته بنت عندها 11 سنه نسمي اسطول عربيات على اسمها وانا كبير المهندسين ومن المؤسسين ما يبقاش ليا عازه؟ لا يا باشا، العربيات الفاخره بقى هتتسمى باسم مايباخ، ومن هنا العربيات الفارهه بتاعت مرسيدس اللي هي مايباخ اتسمت باسم كبير المهندسين مايباخ. شركه بي ام دبليو. بي ام دبليو كانت في الاول شركه طيارات وكان اسمها بي اف دبليو، وبعدين بعد ما اتحولت لشركه عربيات اعادوا تغيير اسمها لبي ام دبليو او بافاريان موتور وورك. وسؤال النهارده للرجاله الفهمانه، ايه الفرق بين التربو تشارجر والسوبر تشارجر؟